لو انت شخص بتتعلق بسهولة، شخص بيخاف من الفقد، شخص بيفكر 100 مرة في كل كلمة بتتقال وده معناه ايه وهو عمل كده ليه، شخص خروجك من العلاقات مرهق، شخص لما تحب يبقى الشخص اللي بتحبه ده هو محور حياتك، يبقى لازم تبقى فاهم ان نوع التعلق اللي عندك ده محتاج اولا شخصية واضحة، مش شخصية تخليك تلف حوالين نفسك، شخصية مش بسهولة تبيع او تخدع، شخصية افعاله وكلامه واضح، مش شخصية بتظهر وبتختفي، شخصية الحب عنده هو قرب ومشاركة، مش شخصية عايز طول الوقت مساحة والكلام الحلو بالنسبة له تلزيق. لازم تبقى عارف ان شخصيتك دي الأأمن لها ان تبقى ماشية في فترة التعارف في العلاقات ورجليها على فرامل المشاعر، وما افتحش قلبي قوي الا لما اطمن انه الشخص ده مناسب ويستحق هذا التعلق الشديد. التعلق ده انواع، فاختار الشخص اللي مش بيعمل تريجر للانسكيورتيز بتاعتك، شخص مش بيستفز نقاط عدم الأمان عندك، وفي نفس الوقت عندك رحلة تانية شخصية إنك تعامل وتقلل القلق ده عشان تقدر ترتبط ارتباط صحي، ويكون التعلق بتاعك بيمشي أكتر في اتجاه التعلق الآمن مش التعلق الغير آمن.